السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائنا الكرام، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم، ويتجدد اللقاء والموعد مع حضراتكم. بنتكلم النهارده على مباراة النادي الأهلي ومازيمبي، وبنبارك للنادي الأهلي وجماهيره وعشاقه. ألف مبروك للنادي الأهلي، اللاعبين، جهاز فني، إدارة، كابتن محمود الخطيب. وكالعادة يا سادة، الأهلي في النهائي بكل قوة وكل عزيمة وكل إرادة. مش جديد على النادي الأهلي النهائيات. بنصح ومحدش يزعل مني كل الأندية إنها تروح تعمل إعاشة في النادي الأهلي. إن أندية كبيرة، أندية صغيرة، زي ما عمل قبل كده كابتن طارق العشري أيام فترة تولي المدرب مانويل جوزيه النادي الأهلي. مش عيب يا جماعة، مش عيب. الأهلي أصبح ظاهرة. بنشوف حصان كسبان بتراهن عليه في أي وقت بيكسب، بيوصل نهائيات على طول. فدي ظاهرة يا جماعة ولازم نعترف بيها. مش عيب ان انا اروح اشوف الناس دي من بوابه النادي الاهلي لحد ما نوصل لحد كابتن محمود الخطيب. الناس دي ازاي بتنجح؟ الناس دي ازاي كل على طول في الفاينالات او في الفاينل، على طول في النهائيات؟ انا شايف انه حاجه مش عيب. انديه كبيره، انديه صغيره، روح شوف ايه السيستم اللي ماشيين بيه، ازاي الناس دي بتنجح. مش عيب التقليد واقلد وبعد كده اتخطاه. مش عيب يا جماعه. ده لو تاجر وانا تاجر قصاده وبينجح وبيكسب وكده، هو اشوف بيجيب من اي مكان، بيكسب ازاي وكده. هو يعني بصراحه الاهلي يعني مش عارفين نقول ايه. والله خلصنا فيه بجد كل الكلام، على راي المطرب عمرو دياب. على طول نهائيات، على طول مفرح جماهيره. وان يعني فعلا الاهلي زي ما قالت النقاد كتير في حلقات كتير، حتى الاهلي في اسوأ الظروف لو وحش ما بيخسرش، بيتعادل. فمبروك للنادي الاهلي وجماهيره، وان انتوا اخترتوا النادي الاهلي على طول. جماهير يعني النادي بيفرح جماهيره، وحاجه بصراحه جميله جدا. والف مبروك للنادي الاهلي، ونتمنى ان هو يتخطى النهائي ويفرح الشعب المصري ويفرح جماهيره. نتكلم على اكرم توفيق. بنقول ومحدش يزعل من كلامي، كابتن حسام حسن يعطي اكرم توفيق قبلة الحياة، واكرم توفيق يعطي النادي الاهلي قبلة الحياة. اكرم توفيق كان قاعد زي ما شفنا كلنا على الدكة، يمكن سيزون كامل او دور كامل. مستر كولر ما بيستعينش بيه. كابتن حسام حسن جات البطولة بتاعت منتخب مصر، نيوزيلندا وكرواتيا، وزي ما شفنا جاب اكرم توفيق وهو جليس دكة البدلاء في النادي الاهلي ولعبه. وكان ليه وجهة نظر ان اكرم لعيب ما يقعدش بره. خلصت البطولة، كولر طبعا ما ينفعش زي حسام لعبه اساسي. اللي يزعل مني اروح جايبه على طول بعد ما كنت انا مقعده وحسام لعبه، اروح جايب ملعبه، راح مقعده فترة. وبعد كده شفنا نهى المباراتين الاخرتين بان اكرم توفيق كان داخل التشكيلة، واكرم توفيق كان عنده حسن ظن كولر. الراجل بينقذ هدف او جون وبيحط له هدف. فالاهلي بيفوز بالثلاثة بونت، وكابتن حسام حسن يعطي اكرم توفيق قبلة الحياة، واكرم توفيق يعطي النادي الاهلي قبلة الحياة. وكان طبعا شفنا بعض القنوات عطت اكرم توفيق رجل المباراة. بشيد بوسام ابو علي لعيب الجون اللي احنا شفناه. وكانت ما انكرش ان انا شفت احمد بلال بيعلق على الجون ده وبيقول فعلا احمد بلال راجل هداف. فهيفيدنا اكتر بان هو بيقول، ومش محتاجين ان احنا نشوف كرة كانت جايه مع عقربه زي ما احنا شفنا والراجل اتعامل معاها. اللعيب يعني في لعيبه يا جماعه بيفرق عن اللعيب الثاني او الهداف بالاخص. يقول لك خد الكرة على لعبها، ما تستناش انت الكرة لما تتعادل وانت لا، الكرة على لعبها على اي مستوى. انت مع الكرة تاخد الكرة على لعبها، انت كده لعيب بتفرق عن اللعيب الثاني اللي هو بيستنى لما يتصلح، لما يعمل الكوره تبقى على لعبها. دي معروفه الف ب كوره، وكانوا بيعلموها لنا زمان. نفس الجون اللي حطه وسام امبارح. فبصراحه يعني هيبان ولسه مستنين النادي الاهلي طبعا وجماهيره مستنين من وسام افضل من كده. وزي ما شفنا يعني زي ما جه وكان بيلعب في الانديه الاخرى، نتمنى ان هو يوصل للمستوى اللي كان فيه قبل كده. امام عاشور حتى لو زي ما بنشوف يا جماعه لعيب بجد بيصنع الفارق، وشفنا احنا الاسيستات اللي عملها في الاهداف اللي اتحطت. مصطفى شوبير بيعمل على ما لو ما تخنيش الذاكره الكلين شيت السابع
وكنا وقفنا عند على ما اعتقد برضو ما تخونيش الذاكره عند الشناوي كلين شيت الخامس، واعتقد ان هو تخطى الشناوي. وليه لا ان هو يكمل ويلعب النهائي. راجل يعتبر شال الفرقه وكل التقدير، وعلى راسنا طبعا الشناوي حارس منتخب مصر، بس نخلي ايه مصطفى شوبير هو اللي يكمل مع الفرقه وكده. هو برافو مصطفى، تقديراته كويسه. ملناش دعوه شوبير يا جماعه فوق راسنا، بس احنا بنتكلم على جون كان بره واحتياطي للشناوي. ملناش دعوه نقصد يعني بكابتن احمد شوبير وكلام من ده. احنا قدامنا حاله قدامنا بنتكلم عليها. راجل مصطفى شوبير لعيب راجل، قراره حلو، التايمنج بتاعه حلو في الطلوع وكده. هو نتمنى الاستمراريه ونشوفه في النهائي وبيشيل الكاس مع اللعيبه. احنا اعتقد حظنا كويس برضو مع انديه شمال افريقيا، وكل التوفيق للنادي الاهلي. الف الف مبروك للنادي الاهلي وعشاقه وجماهيره. وبس خلاص، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والف مبروك للنادي الاهلي وعشاقه وجماهيره. الكوره مع نصر الغر، ودايما مفرح جماهيرك النادي الاهلي.